نقطة صغيرة إلى ما قيل في السابق من قبل الدكتور شريف سالم وغيره. الحقيقة أن الدراسات كثيرة جدا، ولا يستطيع يعني أراد الدكتور شريف مثلا أن يجزم بأنه كان هنالك إنجيل بيد المسيح ثم فقد هذا الإنجيل ولأجل ذلك كتبوا أناجيل لكي يقولوا بأنها مثلا هي مشابهة لهذا الإنجيل. هذا موضوع أيضا ظني. لا نستطيع أن نقول بخصوص هذه الأسفار إلا شيئا واحدا، كما يعني يقال عندما يجتمع القادة العرب أنهم اتفقوا على ألا يتفقوا، وهذه هي النتيجة والخلاصة يعني التي تنتج عادة. ونفس الشيء بالنسبة لشراح وكتاب وعلماء الكتاب المقدس اتفقوا على أن كل شيء يحيط به الريب والشك فيما يخص جمع هذه الأسفار وفيما يخص مصداقيتها. يعني هذه هي النتيجة الكلية التي نستطيع أن نحصل عليها من هذه الدراسات، سواء قالوا أنه هنالك كان إنجيل طبعا بدون وجه حق، وسواء أو إذا لم يقولوا. فأما قضية أخرى بخصوص أن القرآن يقر بصحة التوراة والإنجيل، هذه طبعا عبارة عن أكذوبة يحاول بعض المسيحيين الاتكاء عليها والقول بأن القرآن الكريم لا يشهد بصحة الكتاب المقدس، وإنما القرآن الكريم جاء مصداقا وتحقيقا للأنباء التي وردت في التوراة وفي الإنجيل. نؤكد مرة أخرى، في التوراة وفي الإنجيل وفي كتب أيضا وفي أنباء أنبياء بني إسرائيل الآخرين، وهو لم يأتي مصدقا لهذا الموضوع. والآيات الكريمة تقول عندما يقول الله تبارك وتعالى عن القرآن مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، هنا الصيغة تفيد بأنه يصدق فقط، أو يعني هو تحقيق لهذه الأنباء، ومن ناحية أخرى بما أنه تحقيق لهذه الأنباء فيصدق جزئيا هذه الأنباء إن وردت. يعني أن القضية جزئية نعم، وليست يعني القصد كل ما يتفق مع القرآن وتحت سلطة القرآن، لأن القرآن مهيمن على السابق. نعم، كل ما هو تحت سلطة القرآن مقبول. ونحن أصلا منهجنا كما تفضل الأساتذة وتفضل الأستاذ مصطفى بالأول، نحن لا نبادر بالشك بأحد، ولا نقول بعدم قدسية أو يعني بإهانة الآخرين، ولا نقول بأنهم كذبة أو أن هذه الأمور ليست صحيحة. لا، نحن نتتبع ما كتبوا هم بأنفسهم عن أنفسهم. لا نستطيع أن نقول عن الباطل حق من قبيل احترام الآخرين. هذا الشيء يعني نرجو أن يعذرنا عليه الإخوة المسيحيون، لأننا لابد